من ميزات خلاط الامير اللي ذكرت لكم اياها، قلت لكم ميزات كلش هوايه بس ما يسعنا كلها نذكرها في فيديو واحد. هاي واحده من الميزات اللي يحتاجها السباك ويحتاجها كذلك صاحب الدار. لو فرضنا انه عندنا هذا الخلاط موجود وين؟ بالجدار، اجينا نريد نرتب هذا الكفر بهذا الشكل، قعدنا الكفر، وصل الكفر عندنا لهاي المنطقه. تمام؟ ليش؟ وصل على المنطقه لان هسه يده شغاله وما لها مشكله. لاحظ ايش قد صار عندك فرق بينه وبين الكفر 5 سنتيم ونص تقريبا. هاي ال 5 سنتيم ونص كافيه جدا. تقول لا والله ما تكفيني هاي ال 5 سنتيم ونص، بسهوله جدا ترفع اليدين، ترفع هذين المحولات، ترفع الغطاء، وش تلقى اكو تطوالات موجوده عند كل الوكلاء. لاحظ المساله الثانيه وتقدر تطولها طبعا وبكل سهوله وراح تجيك براس 100%. طبعا اكو مساله ثانيه، لاحظ هاي الواشرات قابله للاستبدال. شنو شغلها؟ شغلها حتى انت هنا من قعدت الكفر حتى ما يخترق عندك المي بسبب السبح او غيره ويصير عندك بداخل السيراميك. يعني خلاط مشتغليته شركه سرعه الغزال بعنايه تامه. بالوقت الحالي لاحظ هنا بالقاع هذا الكفر اللي موجود، بالوقت القادم هذا الكفر اللي راح يجي، هذا بعد خام وصلنا من المعمل فقط بهذا الشكل على مود نختبره ونشوف الشغل صحيح بداخل المعمل، لانه من ميزات شركه سرعه الغزال ما تشتغل شيء وتعتمد فقط على المعمل، لا نشتغله داخل المعمل ونجيبه كذلك للعراق ونختبره بالعراق ونعرضه على السباكين ونشوف هل له مقبوليه وهل صحيح الانتاج طلع مثل ما احنا نريد لو طلع بصوره غير مرضيه. فاذا ما راح يكون مرضي 100% ما راح ننزله للاسواق. تابعوا شروحات خلاطات الامير بلاست المتواجد بكل محافظات العراق، هو استيراد شركه سرعه الغزال.